اتقتل عمد ما اتغدرش بيه او ان هو اتقتل بالخطأ زي ما موجود على وسائل التواصل. اللي حصل اخيرا اتقبض على المتهمين صحاب وقعة قتل التيك توكر يوسف شلش بالخطأ بالنيابة عن اخوه. اللي انتشر مش حقيقي، ايه الحقيقي هنشوفه مع بعض الحقيقة كاملة. بس في الاول صلى على النبي. اللي منتشر على الساحة ان هما في اقاويل بتتقال ما بين حاجتين. الحاجة الاولى ان بيقولوا ان كان في ناس متوصي على اخوه وان هما معاهم مواصفات شخص، والمفروض ان هما يروحوا القاهرة تحديدا المطرية عشان يقتلوا فلان او يخلصوا عليه. فاللي حصل ان شوية البلطجية دول معاهم اسلحة نارية وكانوا رايحين يدوروا على الشخص ده عشان يخلصوا عليه، يعني ولا معاهم صورة ولا اي حاجة. مجرد ناس وصفته له قالوا له روح اقتل فلاني، طوله كذا شكله كذا عرضه كذا. فالبلطجية ما كدبتش خبر، البلطجية مأجورة وما كدبتش خبر وراحوا يخلصوا عليه. بالغلط افتكروا ان الشخص المواصفات منطبقة على يوسف، فافتكروا ان هو الشخص المقصود. وفي اقاويل تانية موجودة ان اللي اتقتل يوسف بالنيابة عن اخوه. بيقولوا ان كان في بلطجية عايزين يقتلوا اخوه، وكان في خناقة في الشارع ما بين اخوه وما بين شوية بلطجية، وان اللي حصل ان يوسف كان بيدافع عن اخوه وبعديها اخد الطلقة بنيابة عن اخوه. اثناء التحقيقات اخوه قال لا، ده ما كانش يوسف المقصود، ده كان انا المقصود وكانوا جايين علشان يقتلوني انا، بس اخويا وهو بيدافع عني اخد الطلقة بالنيابة عني. وكل الاقاويل دي غلط. لما الاقاويل الحقيقية والحادثة الحقيقية وهو من صحاب يوسف نفسهم قالوا ان هم كانوا معاه عند الحلاق، وان كان في خناقة قديمة موجودة بس كان يوسف ملوش اي علاقة بيها. يوسف اتغدر بيه، ما اتقتلش بالغلط. يعني هم البلطجية كان قصدهم فعلا ان هم يخلصوا على يوسف بسبب الخناقه القديمه، ويوسف ما كانش ليه اي علاقه بيها. يعني مجرد كان في خناقه وهو كان بيهدم النفوس، فما عجبهمش كلام يوسف فقرروا ان هم يخلصوا عليه. بيقول لك ان هو كانوا عند الحلاق ساعتها وهو خارج من هناك، البلطجيه كانوا واقفين مستنيينه، واول ما خرج اتضرب بالنار. جزء من الناس اهل المطريه طلبوا الاجهزه الامنيه، والجزء التاني اخدوا يوسف وحاولوا ان هم ينقذوه وودوه على المستشفى. وهناك الاجهزه الطبيه حاولوا ان هم يلحقوا حياه يوسف وعملوا له اكتر من عمليه، بس للاسف الشديد ان العمليات دي كلها ادت لاتجاه واحد وهو الفشل. وفي كل الحالات ان يوسف انتهت حياته في اللحظه والتوقيت ده. بعد تلقي الاجهزه الامنيه بلاغ من اهل المطريه بالواقعه، قدروا ان هم يحددوا هويه الاشخاص المجرمين اللي قاموا بواقعه مقتل يوسف شلش. طبعا على طول المتهمين بعد تحديد هويتهم تم القبض عليهم، وبإذن الله هياخدوا إعدام عشان يبقوا عبرة لأي حد يفكر إن هو يعمل حاجة زي دي. أنا مش مع إن المتهم اللي يعمل أي قضية قتل أو أي جريمة من ديت، أي جريمة بشعة زي ديت أو شبيهة ليها، يقدروا إن هم يدخلوا ياخدوا المدة بتاعتهم ويخرجوا تاني. أنا مع الحكم القصاص على طول عشان يبقوا عبرة لأي حد، إن أي حد هيعمل أي جريمة من دي يعرف إن هو اتجاهه أو العقاب هيبقى واحد. مفيش حاجة اسمها ان انت هتاخد حكم 10 20 سنة وبعد كده هتخرج للدنيا تاني. المفروض ان هيبقى الحكم عليك ان هو يبقى بانهاء حياتك زي ما نهيت حياة طرف تاني، عشان يبقوا عارفين ومتأكدين ان الحياة الانسان مش هدر، ان اي حد يقرر ان هو يقتل حد او يأجر بلطجية وخلاص الموضوع هينتهي وهيعدي على كام سنة. اتمنى ان هم يكونوا عبرة لأي حد يفكر ان هو يعمل اي جريمة بشعة زيهم. اشوف رأيكم في الكومنتات، اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله، مع السلامة.